في ناس أذكى من غيرهم وبيفكروا بطريقة أعمق وممكن يكونوا متعلمين أكتر وبيكرروا أكتر، بس لما تبص لحياتهم تلاقيهم مفلسين مهمشين مكسورين، بينما الأقل منهم نجاح عايشين الرفاهية. ليه؟ ده مش ظلم، ده ليه تفسير نفسي وسلوكي واقتصادي كمان، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. عارف اللي بيقعد يفكر في كل حاجة، اللي بيفصل القرار قبل ما ياخده، اللي دماغه دايما شغالة بس حسابه البنكي دايما صفر، هو ده اللي بنسميه الفقير الذكي. يعني دماغه فيها كمبيوتر وجيبه فيه تراب. تقدر تقول على الحالة دي متلازمة الفقير الذكي، مش مرض لكن نمط تفكير بيخلي الشخص يضيع فرصة النجاح بإيديه. تلاقيه فاهم وعارف ومثقف، بس لما يجي وقت التنفيذ بيتردد وبيخاف وبيستنى الوقت الصح اللي عمره ما بيجي. ليه؟ أولا كتر التفكير بيشل الذكي، بيحسب كل حاجة، كل سيناريو محتمل، كل خسارة، كل رأي الناس، فبيتجمد مكانه لأنه عايز الكمال، ما بيرضاش يطلع بحاجة نص كم، وعشان كده ما بيبدأش خالص. شايف نفسه دايما أكبر من البدايات، هو متعلم ومثقف بس شايف إن الشغل البسيط بيقل منه، فبيقعد مستني فرصة محترمة، ودي طبعا ما بيجيش إلا نادرا، لأنه ناسي إن الذكاء ما بيأكلش عيش لوحده. السوق عايز جرأة وتسويق وشبكة علاقات، مش بس دماغ. وخوفه من الفشل بيشل النجاح، دايما بيسأل ولو فشلت بدل ما يسأل ولو نجحت. الفرق بين الذكي والعملي، العملي الناجح مش شرط يكون عبقري، بس بيتصرف بسرعة، بيغلط ويتعلم، مش فارق معاه الناس تقول عليه ايه، ما عندوش عقدة انا لازم اكون عبقري. اما الذكي الفقير بيحسب كل خطوة، خايف من نظرة الناس، عنده توقعات عالية من نفسه وبيجلده ضميره لو غلط. دراسات من جامعات عالمية أكدت إن الناس اللي بيفكروا بعمق بياخدوا قرارات أبطأ وبيترددوا أكتر. طيب نخرج إزاي من المتلازمة دي؟ ابدأ بأي حاجة، مش لازم تبقى كاملة، ولو غلطت بسرعة برضه هتتعلم بسرعة. لازم تقبل بفكرة إنك ممكن تفشل بس برضه ممكن تكسب. القاعدة الذهبية: ذكاء أقل زائد شجاعة بتساوي نتائج أحسن من عبقرية بدون فعل. يعني اقفل دماغك شوية وشغل رجليك وامشي واسعى شوية. لو انت شايف انك أذكى من اللي حواليك بس مفيش فرق واضح في حياتك، يبقى المشكلة مش فيهم، المشكلة فيك انت. وافتكر دايما الناس بتفتكر اللي بدأ مش اللي كان عنده فكرة وما بدأش. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.